من زمان وأنا عندي هوس بالحاجات القديمة، الأنتيكات اللي ليها تاريخ مخفي ورا الغبار اللي عليها. مفيش مرة بعدي فيها قدام محل أنتيكات إلا ولازم أدخل أشوفها، وأدخل أشوف إيه الحاجات الغريبة اللي عندهم. كنت ماشي في يوم في شارع من شوارع وسط البلد. اليوم ده كان فيه مطرة خفيفة شوية، الجو كان كئيب، يوم شتوي. دخلت محل أنتيكات ما كنتش شفته قبل كده، رغم إني بعدي من الشارع ده كل يوم وحافظه زي كف إيدي. دخلت المكان، ريحته قديمة جدا. عارفين الريحة اللي هي بنقول عليها ريحة معتقة. كنت بتمشى وسط الحاجات الغريبة، لفتت انتباهي عروسة لعبة قديمة محطوطة على رف لوحدها. العروسة دي كان شكلها ملفت للنظر، مصنوعة من البورسلين، لون البشرة بتاعتها وهي مدهونة بشكل مخلي شكلها شاحب، وعينيها كانت إزاز لونه أسود. لبسها كان مهترئ، واضح إن هي قديمة، بس واضح إن هي عروسة فخمة. أول ما مديت إيدي ولمستها لقيت راجل عجوز صاحب المحل، بصلي بنظرة غريبة وقال لي بصوت هادي: مش أي حاجة قديمة تشتريها يا أستاذ تاخدها معاك البيت. ضحكت على كلام الراجل العجوز، إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ في الأول وفي الآخر دي مجرد عروسة، مهما كان شكلها مش هتفرق. سألته عن سعرها لكن سكت لحظة، وبعدين قال لي: